حاسس ان انا فاهم في الحته دي، عايز اطلع فوق شويه. هنفترض جدلا ان مفيش كل الحاجات اللي انت معترض عليها، كل الحاجات بقى الحروب والدم والناس اللي بتتشرد من بيوتها والبراكين والزلازل والمرض والظلم والكلام اللطيف ده كله، وعندنا حقيقه واحده بس وهي الموت. محدش عارف يهرب من الموت، يعني مؤمن ملحد الشجره اللي دي عارفه ان الموت موجود كده، محدش عارف يهرب منه سو فار، والحياه هتمشي زي ما انت عايزها بالظبط، بس بشرط ان اللي جنبك هو كمان زي ما هو عايز الحياه تمشي زي ما هو عايز بالظبط. لا احنا اتفقنا ان مفيش ظلم، الظلم ذات نفسه خلص خلاص، انت معترض على الظلم والظلم خلص، مش معنى انت تمشيها وهو لا. it makes sense. ساعتها هنا بقى السؤال انا بحب اطرحه، مين فيكم اللي المفروض يتسمع كلامه؟ مين فيكم المفروض هيحط النظريه الصحيحه؟ بناء على ايه؟ ولغايه امتى؟ اتفق ازاي على هذه الحياه اللي احنا هنعيشها مع بعض اللي انت محددها؟ يعني في ناس تقول لك والله انا ممكن انا عايز حياه هاديه، مش عايز دوشه، انا ما باذيش حد، مش عايز اذي حد، مش عايز حد ياذيني. معظم الناس بتتمنى هذه الحياه يعني، which is كلام محترم بالمناسبه يعني، بس ده هيخلينا غصب عننا نسال او نطرح سؤال تاني، فكره ان هو ايه هي الاذيه؟ مثلا هقول لك مثال بسيط، انت مثلا دلوقتي بتختار مواعيد الموت، تختار مواعيد موتك انت، مواعيد موت ابنك، مواعيد موت امك، مواعيد موت خالتك، كل الناس دي انت بتختار مواعيد موتهم. مثلا هتختار ابنك يموت امتى؟ بعد ايه مثلا؟ بعد ما يحقق ايه او بعد ما يعمل ايه؟ وهتختار انت تموت امتى؟ اختار ابوك يموت امتى؟ لو افترضنا مثلا انت عايز تموت وانت عندك 50 سنه، وابنك عنده نفس قدره اختيارك، وابنك عايزك تموت وانت عندك 190 سنه، وهو شايف لو انت مت وانت عندك 50 سنه ان ده بيأذيه نفسيا ومشاعريا وما الى ذلك، وانت شايف ان هو لو اختار ان انت تموت وانت عندك 190 سنه برضه ان ده بيأذيك، انت قعدت كتير ملل يعني صباح الملل. وانا حاسس ان اختياراتكم الاثنين منطقيه، لا انت بتأذيه ولا هو بيأذيك، بس انت كل واحد فيكم شايف ان الثاني بيأذيه، وحاسس ان كل واحد فيكم عنده حق. ده غير بقى طبعا النظريه الكليشيه بتاعت فكره مثلا انت بتمنع عنه السكرينز او بتمنع عنه البلاي ستيشن والكلام ده كله، فهو شايف ان انت كده بتأذيه، في حين ان انت عايزه يبقى شخص فالح في حياته، مش عايزه يبقى. طبعا انت عندك الاعتقاد ان انت عارف اكتر منه، لان انت عندك الاسبقيه في الحياه عنه، وعندك خبره اكتر منه، وشفت يعني التجارب اللي انت مريت بيها اكتر بكتير من تجارب الفيسلا ده اللي لسه موجود، فبالتالي انت شايف الدنيا تحت مسمى مصلحته حتى لو هو مش عايز ده. فمين فيكم المفروض يكون النموذج اللي المفروض الحياه تمشي عليه؟ ده سؤال مهم. هنحتكم لمين في هذا في موقف زي ده مثلا غير الفيفا؟ طبعا لو حطينا في اعتبارات ان الحياه اللي انت عايزها دلوقتي مثلا، اعتقد يعني ان ما كانت الحياه اللي انت بتتمناها من 10 سنين، بسميها عقليه الفولترين اللي بتاعت عايز حياه هاديه ومش عارف عقليه الفولترين دي جت بعد ما الدنيا هدت حيلك، يعني انا هسافر وانا هعمل كده. معظمنا يعني بيبقى عايز حياه معينه، فلما بينضج بسن معين وبيقول لك الحياه بعد ال 30 بتغير، والحياه بعد ال 40 بقى يا لهوي هو اللي مش عارف ايه. كل سنه من دول كنت عايز نموذج معين من الحياه، فاحنا كنا هنختار نسخه معينه من النسخ بتاعت الحياه البيرفكت اللي انت عايزها. هنختار انهي؟ لان في ناس كتير مثلا بيجي لها سؤال والله ده الشخص ده مات بدري، طب هو لو ما كانش مات بدري وكان حقق كل شيء في الحياه وفي الاخر هيموت برضه، عشان يوصل لايه؟ ايه البوينت اللي احنا بنحس ان والله هنا خلاص هنا انف حياه، فانا كده ممكن اموت في سلام؟ ده سؤال يستحق ان هو يجي لك بالليل كده قبل ما تنام تقعد تفكر. اشكرك، اتفضل كمل سكرولينج.